النهارده بقى هنعمل سلطه الحياتي او سلطه المشاوي، سلطه بلدي كده متحبشه. ونعمل بقى ميه السلطه اللي اهم من السلطه نفسها اللي بيقول عليها وسك الحلال. بس يلا بينا نبدا، بس لسه مشتركش في القناه يشترك ولايك وشير لو عجب الفيديو. طبعا غسل الخضار ومجهزاه، واول حاجه بعملها انا بتبل البصل. التركيه ديت يا جماعه بتودي السلطه في حته تانية خالص. بقطع البصل تقطيع خشن زي ما انتم شايفينه كده، وبحطه في طبق عميق، وبعد كده بنزل بالتوابل بتاعتي اللي هو كزبره وكمون وفلفل اسود وبابريكا، وبدعكهم لحد ما ريحتهم تطلع. وطبعا ملح وربع فنجان من الخل وعصير ليمونه كبيره، بش طماطمايه واحده بس كبيره، وبخلط الكلام ده كله مع بعض واسيبهم على جنب كده يتعرفوا على بعض. قطع بقى باقي الخضار. انا قطع الطماطم مكعبات كبيره زي ما انتم شايفين كده، والخيار قسمته كده من النص وقطعته طرنشات، وقطعت الفلفل برده بارد على حامي طرنشات زي ما انتم شايفين كده، تقطيعه خشنه. وتقدروا تضيفوا توم لو حابينه، بس انا ما بحبش التوم في السلطه. اخر بقى حاجه بقطعها هي نص حزمه من الشبت والبقدونس والكزبره، وعودين 3 كده من الجرجير لو بتحبوا الجرجير في السلطه، وبقطعها بقى تقطيع ناعم جدا. وانزل بقى بكل الخضار اللي احنا قطعناهم ده على البصله المتبله اللي ريحتها لوحدها تفتح النفس، واقلبهم كويس جدا. وبنزل عليهم كوبايه ميه ساقعه وكوبايه من التلج، واقلبهم بقى، وبقى كده معانا احلى ميه سلطه جنب مشاوي جنب كبده وسجق، مش هتقول لا. السلطه دي بقى كل ما تقعد تحلو. غطوها وسيبوها في التلاجة قبل التقديم بساعتين 3 كده، او قبلها بيوم. طعمهم بيبقى خطير، والخضار بيبقى منزل ميته، وطعمها بيبقى فعلا يعني لا يقاوم. يا رب فيديو النهارده ينال اعجابكم، واشوفكم في فيديو جديد، ومع السلامه.